واش ليكيب صافا شويه. مرحبا بكم في القصه تاع اليوم راح نحكيو على واحده من اكبر الفضائح الماليه اللي صارت في العالم، اللي البطل تاعها واحد واسمه جولو. دوكي راح نبابك، هذا واحد عنده فاتشه تاع اسكروله تاع فضايح. وي جولو الماليزي اللي ولا مطلوب للعداله في كل بلاصه على جال اكبر عمليه احتيال في التاريخ. جولو زاد في 1981 من فاميليا مرفهه من بينونغ في ماليزيا. قرا في مسايد لاباس بهم، من بعد راح كمل قرايته في جامعه وارتون بنسلفانيا في الامريكان، تما وين بدا يتعرف على ناس من طبقات عليا ومن عائلات غنيه واحده اخرى كيما هما. هاد العلاقات اللي كونهم في صغره هما اللي حين يعاونوه بزاف من بعد. في 2009 نجيب عبد الرزاق اللي كان رئيس وزراء ماليزيا أسس واحد الصندوق واسمه 1MDB. الهدف من هذا الصندوق هو تمويل مشاريع كبيره باش يعاودوا ينوضوا بالاقتصاد تاع ماليزيا. جولو حبيبنا كان مقرب بزاف لطبقات عليا من الدوله، اللي من بينهم نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء. بصح الصفه تاع جولو كان مستشار غير رسمي وقدر يتلاعب بالصفقات، وخلى الدراهم تاع 1MDB تروح لحسابات بنكيه في الخارج كيما سويسرا، لوكسمبورغ وحتى الامارات. الدراهم اللي كانوا خارجين من 1MDB كانوا نورمالمون موجهين باش يمولوا مشاريع تنمويه في ماليزيا، بصح الحقيقه كانت بعيده على هذا. بزاف من الاموال تحولوا لشركات وهميه باسم جولو والناس المقربين ليه. في الاخر الدراهم هادو راحوا في كل شيء غير الاستثمار. وبدا حبيبنا يشري في عقارات فاخره ان بو بارتو في لو موند، وشرى يوت كبير بقيمة 250 مليون دولار، وحتى أعمال فنية نادرة بقيمة 200 مليون دولار. جولو ما كفاش أنه يصرف ولا يعيش بهاد الدراهم برك، من دخل لعالم هوليوود اون فورس. كيفاش؟ مول فيلم تاع ذئب تاع وول ستريت، وولف اوف وول ستريت، اللي كان البطل تاعو ليوناردو دي كابريو، وكان يدير تاني حفلات فاخرة مع المشاهير. ولحقت بها خطرة وين دار حفل كبير في مهرجان كان، وجاب دي شونتور ودي زارتيست كبار منهم كيني ويست. حبيبنا كان مخلطها مليح. بصح الامور ما طولتش حتى وين ولات الصحافه العالميه تشك وتنشر تفاصيل القضيه. الصحافه الماليزيه والعالميه كشفوا القضيه في 2015، وبدات تحقيقات انترناسيونال في الامريكان ولا سويس. الحكومه الامريكيه بدات تصادر في الممتلكات اللي شراها جولو، من بينها الاعمال الفنيه بملايين الدولارات واليوت الكبير. 2016 الانتربول خرجت موندا داري انترناسيونال. بصح جولو كان هارب من ماليزيا اللي كان مطلوب فيها وفي الامريكان تاني، وكان يديبلاسي من بلاد لبلاد. كاين اللي قالوا راه مخبي فلاشين، وكاين اللي قالوا تانيت بلا مخبي في بلدان واحد اخرين. كي طرطقت الحكايه كاين بعض المشاهير اللي خافوا ورجعوا الهدايا اللي كان يمدهم لهم جولو، كيما دي كابريو رجع الطابلو تاع بيكاسو اللي كان هداه له من قبل جولو، وميرين داكير رجعت مجوهرات بقيمه 8 مليون دولار. حتى كيم كارداشيان قالت باللي رجعت سياره تاع فيراري اللي كان هداها لها جولو من قبل. مالغري جات بزاف وقت على بدايه الحكايه تاع جولو، مي بصح مازالوا مطلوب للعداله حتى لدوك. كاين اللي قالوا بلي راهو يتفاوض مع الحكومه الماليزيه باش يريقلي الامور، واحد اخرين قالوا بلي لا مازالوا هارب وواحد ما على بالو وين راه. القصه مازالت مفتوحه، وتخلينا نتاملوا كيفاش الدراهم والنفوذ يقدروا يبدلوا الناس. من شاب طموح ناض في وسط عائله مرفهه وما كان خاصو والو لواحد من اكثر الاشخاص المطلوبين في العالم، بلا ما نحكوا على الاضرار اللي تلقاتها الدوله الماليزيه بسبب هذه الفضيحه اللي هي اصلا كانت في ازمه، وهو زاد كمل عليها على جال طمع. يمكن تكون حكاية جولو درس مهم لكل واحد فينا. المال والنفوذ صح يقدروا يديروا معجزات، بصح في نفس الوقت إذا ما استعملناهمش بالطريقة الصحيحة يقدروا يدمروا كل شيء. اليوم جولو مازالوا هارب والقضية مازال ما تغلقتش، يدرى شحال يقدر يزيد يشد، واش من معيشة هادي تانيت. المهم يعطيكم الصحة اللي مازالهم متبعيننا حتى لدوك. اللي يعجبوا المحتوى تاعو يقدر يعاوننا بانجام، يقدر يابونا معنا باش نكبروا الفاميليا تاع لاشين. وخليونا رايكم على الحكايه هذه اللي في لي كومونتير، واللي كاش ما حاب كاش حكايه نحكوها في القناه تاعنا يبقى يكتب لنا تاني في لي كومونتير، وتلقاو الخير.